اتفضلي يا استاذ شهد، سامعينك. الو. ايوه يا فندم، اتفضلي سامعينك، انت على الهوا. مساء الخير. مساء النور. حضرتك لسه كنت عايزه اسال هو انا مش سامعك خالص، ممكن تعالي شويه؟ حضرتك سامعني؟ ممكن تعالي شويه يا استاذ شهد؟ انا سامع حضرتك كده كويس. سامعني؟ تمام سامعك، اتفضلي. طيب حضرتك انا كنت عايزه اسالك سؤال بالنسبه لموضوع الحضانات. يعني هما بيبقى عندهم سلوك عمق شويه، فبيتعاملوا مع كل الناس اللي بتتكلم مع كل الناس ولا يعني ما حد يتعدى عليهم واحد بيضايقوا هي ممكن تكون ممكن توطي طب الكاسيت شويه. طيب زماننا في الكنترول. طيب انا سمعتك تمام. زماننا في الكنترول بيقولوا لنا دلوقتي هي بتحلم بواحد شكل كابتن خالد. يا جماعه انتوا بتعكسوا على الهوا. لا كابتن خالد دلوقتي. لا يا عم الحاج ما تحلمش. المره اللي فاتت الاستاذ خالد ورطني. المره دي مش هخش البيت اللي انا اقول لك الحلم كل انا مش هفوق. لا ماشي تحلم، بس هي تحلم بحاجه. تحلم بحلم. مش عايز حد يحلم. انا عندي زوجتي وابني بالدنيا تمام. احنا هي من ناحيتها بتتكلم. انا قصدي انا بهزر. هي اكيد اي واحده بتحلم ان هي مثلا يعني يكون جنبها واحد قوي طبعا، وطبعا جسمه يبقى كويس طبعا. وفي ناس بتبص لها ان هي بتبقى غباوه في نفس الوقت. عايزه واحد يكون ستايله ما يعني جسمه خفيف، لانها بتخاف بتتخض منه، فاهمني؟ في ناس مع العشره بتفهمه. فاهمني؟ بس لكن هنا في التوقيت اللي هي بتبقى لسه متعرفه عليه، بتبقى لسه فيه الرغبه شويه، تقول لك هو لو خبطني خبطه يموت. طب يا كابتن، ما هو ده يعني احنا عايزين